حبات السنابل هاته استوت واصفرت ومال قوامها من كثرة ثمارها، مما يبشر بالسنة الخصبة بفضل عزيمة فلاحي ولاية أدرار. وفقنا ربي سبحانه وتعالى وحققنا في هذا الموسم تسع مرشات محورية، كل مرش محوري بمساحة 40 هكتار، يعني تقريبا 380 هكتار مسقية. هذه المرشات المحورية تتكون من حبوب، يعني القمح الصلب، ورانا ننتظروا ان شاء الله في اول محصول تقريبا 70 قنطار في الهكتار اللي يسمى مردود لا باس به. المساحه المزروعه على مستوى ولايه أدرار بلغت 14255 هكتار، بزياده 25% مقارنه بالمساحه السنه الفارطه التي بلغت 11000 هكتار. تم تسخير كل الوسائل. توقعات الانتاج هذه السنه ان شاء الله بربي تحت الرش المحوري تتجاوز 675000 قنطار ان شاء الله، بزياده 200000 قنطار مقارنه بالسنه الفارطه. تحسين الإنتاج يرجع إلى التحفيزات التي منحتها الدولة لترقية النشاط الفلاحي خاصة في شعبة الحبوب. كاين هنا التحدي اللي هو تطبيقا لتعليمات السيد الرئيس الجمهورية، وتحدي الربط بالكهرباء. يعني ان شاء الله يعني كل المحيطات الاقطاب، لان أدرار معروفه باكثر من 8 اقطاب اللي تتجاوز 100، يعني تقريبا 50 60 حتى 100 الف هكتار في المكان. وثاني لمعلوماتكم ان عندنا حوالي 600 الف يعني هكتار كمساحه فلاحيه، فيها 400 الف في اطار لابيافا و200 الف في اطار الامتياز. وفي اطار الامتياز انا نخدموا في 14000، اي ما يعادل يعني حتى 6 ولا 7%. فبالتالي التحدي المقبل هو رفع المساحات المسقيه، التقليل من استعمال الاسمده، ورفع قدره الانتاج. الزراعه هذه بصحراء أدرار تعتبر من التجارب والمحاصيل الزراعيه الاستراتيجيه الواعده التي بامكانها تخفيض فاتوره الاستيراد والنهوض بالاقتصاد الوطني.